منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي مع صن داونز بالتعادل السلبي، وبالنتيجة دي يكون الأهلي خارج البطولة بدون أي فوز. تعادلنا أول ماتش مع سيمبا 2-2، تعادلنا معاهم هنا 1-1، اتغلبنا من صن داونز هناك 1-0، وتعادلنا هنا 0-0. اللي زعل في الماتش ان احنا الشوط التاني ما جيناش، وحتى الشوط الاولاني برضو ما جيناش. يعني انا حاسس ان احنا كان اللعيبه تايهه، يعني من بعد ضياع ضربه الجزاء ان اللعيبه ما بقتش مركزه. يعني انا شايف ان احنا النهارده ما اديناش بالاداء اللي احنا كان متوقع. اللعيبه خارج المباراه من بعد ضربه الجزاء. علي معلول قتلنا حرفيا. يعني انا ما كنتش متوقع ان هو يحط البلنتي كده، يعني حطها في نص الجون يا اخي وجامد، مفيش مشكله يعني عشان تضمنها قوي. يعني كده كده الحارس هيترمي معاك، فانت عشان تبقى ضامن نص الجون وخلاص. لكن صراحه انا زعلان بس على ان احنا نخرج من البطوله بالمنظر ده، يعني نخرج من البطوله بالمنظر ده. هو ده اللي يزعل بس مش اكتر. لكن بطولات جايه كتير، جدا يعني. لسه عندك دوري ابطال، عندك كاس سوبر، عندك يعني دوري، عندك كاس عالم. فهو ده بس هو ده اللي مزعلني، ان احنا نخرج بالمنظر ده، لا اكتر ولا اقل. لكن بطولات كتير يعني. واللي زعلنا النهارده بكره يفرحنا عادي، مفيش مشكله. بس هو الواحد بيزعل بس في وقت المباراه، ومجرد ما الاهلي هيرجع يلعب في الدوري احنا الدنيا بيس وجميله، والاهلي حبيبنا وفوق دماغنا مش زعلانين، يعني مش زعلانين من النادي الاهلي، يعني احنا زعلانين بس. يعني هو الاهلي فرحتنا بس مش اكتر.